اما هي قال لك راه كل شيء كيسهل العمله ديال بلوم. قال لك اي واحد كيما خلصتيش انت كتستاهل العمله ديالنا، ولكن كاين واحد شروط اللي هما واش الاخوان كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما بانت لكم حتى شي حاجه نبدلها ديال بصح عرفتي علاش شريتو؟ غنشق لشي واحد راسو والله حتى غنجيبها ليه هيتشو. الناس اللي ما كيحملوناش شنو كاين، راه غنجيبها الشقفه ديال راسك غنطيرها له. اخوان ضاحكين. شفت بزاف اليوتيوبرز ما شرحوش اللايف اللي كان ديال بلوم اللي كان فيه فلاديمير وكوستاف والاخر ما عقلتش على سميتو. المهم هاد جوج وكان واحد فيهم الثالث كانوا كيدويو على شي مواضيع وكانوا كيدويو على انزال جوي ايردروب شحال من حاجه كانوا كيدويو عليها. لا خلصتي في بلوم غتخلص، واش ما غاديش تشد حتى شي حاجه، شحال من حاجه دويو عليها. ولكن فاش دخلت ما شفتش شي واحد شارحو، وكان شي واحد شارحو ما كنتش غنشرحو. فلهذا ناخذوا الاساس اللي احنا باغيين نعرفوه وغنشرحوا لكم وغنوريكم شي بلانات زوينين قالوهم على حساب الناس اللي ما خلصوش ديال الاكتيفيشن، الناس اللي ما صاوبوش من باد علاش داروا السيزون الاولى والسيزون الثانيه رغم انه ما خديناش السيزون الاولى باش يحلوا السيزون الثانيه. فهمتوا؟ المهم هادشي كامل غنشرحوه وغنشوفوا اشنو قالوا عليه. المهم هادو هما الاسئله اللي كانوا طرحوا على بعضياتهم وكانوا بزاف الاسئله، راه جايه لشي 50 ولا 60 سؤال اللي تجاوب عليه. مي احنا خدينا هذاك الشيء اللي باغيين حنايا اللي غنستافدوا منه. فهمتي؟ بحال مثلا اكثريه ديال الناس كيقلبوا على هذا السؤال الاخر، هل احتاج استثمار باش نقدر، واش يمكن لي نحط الفلوس باش نقدر ناخذ الايدروب ديال برو. فهمتوا؟ هذا كيسولوا عليه بزاف الناس وجا الله داروا هذاك اللايف حلوا لنا بزاف المشاكل. فهمتي؟ بس قالوا بزاف قالوا لا ما يدار هنا عطاو كان. المهم غنحاولوا نجاوبوا على هاد الاسئله كاملين اللي قالوا هما. فهمتي؟ ما غنزيدوش شي حاجه من راسنا. المهم كانت سيزون 1 وسيزون 2. سيزون 1 ما خدينا فيها والو ودغيا جاو داروا سيزون 2. فهمتوا البلان؟ حتى هما قالوا علاش بلانات. المهم نحاولوا نبداو بالسؤال الاول. متى سيكون حدث توليد رمز تي جي الخاص ببلوم، وهل يعني ذلك انزال جوي؟ زعما امتى غيكون الايردروب ديال بلوم، واش باقي بعيد ولا هادي؟ هما جاوبهم قال لك انه راه قريب في هاد الايام المتبقيه. قال لك بما شافوا المارشي انه تقاد وسالاو هما المشاريع ديالهم عاد باش يمكن لك يحطوا، ولكن اكثريه غتكون في هذا الشهر ولا شهر واحد ولا جوج. المهم هاد الشهرين هادي ان شاء الله باذن الله نتمناو في هاد الشهرين ما يبقاوش زايدين بينا لقدام، راه حيت راه ما يمكنش، راه جاي العام والصرف وحنا غاديين مضاربين معاهم. المهم ما الفرق بين نقاط بلوم الموسم الثاني والنقاط ميم هادو ميم بوينت؟ هل احدهم اكثر قيمه؟ زعما فينا هو اللي غيكون فيه عنده قيمه، واش هذا ولا هذا؟ اللي هذا ميم بوينت اللي جا في سيزون 2 وكاينه بلوم بوينت هذه اللي كنا كنجمعوا حنايا. قال لك هما راه بجوجهم بحال. قال لك تقدر تجمع هذا وتجمع هذا الا بغيتي تجمعوا خصك تصاوب التوكن وتبدا تريدي في الميم باد باش تقدر تجمع. شو انا بديت كنتريدي وعاد شحال حاط راح على ما يعادل 30 طون وباقي يلا عندي 750 بوين 750 نقطه. ما عرفتش هذا البلان الصراحه، ما هما راه واخا كيقولوا ما كيعطيوش تحديد. فهمتي؟ كيبقاو يهربوا. المهم مزيان. المهم قال لك هنايا راه ما عندهمش، راه بحال جمع شي هذا بحال جمع شي هذا. المهم خصك تكون جامع وصافي. فهمتي؟ السؤال الثالث قال لك ما هي الاخبار بشأن راس المال بلوم؟ زعما واش باقي مستثمرين
بينونس، بي ام بي شين، كوين ماركت كاب. هل هم المستثمرون الوحيدون؟ قالوا بان راه كاينين مستثمرين وحدين ناس اخرين وما غيعلنوا عليهم حتى شهر واحد. في هذا الشهر تقريبا غيكون الاعلان ديال ان راه جاو شي وحدين اخرين جاو استثمروا في العمله. فهمتي؟ سؤال رقم 4: اذا لم اقم بالتداول ميم كوين او قمت بشأن على سلسله، فهل ما زلت مؤهل للحصول على الايردروب؟ زعما قال لك الا انت ما تداولتيش في ميم باد ولا ما صاوبتيش عمله ولا ما تعلن الا ما خلصتي زعما فلوس، واش تاخذ الايردروب ديال بلوم اللي غيحطوا ولا لا؟ قالك هما ما كيجبروش الناس بانه يخلصوا باش ياخذوا الايردروب. فهمتي؟ بحال دخلتي بحال تداولتي في ميم باد بحال ما تداولتيش، ما عندهمش هما المشكل، هما ما كيجبروش عليك انك تخلص باش يحطوا لك الايردروب. المهم هما راه كيقول بانه راه كلشي غيربح. فهمتي؟ غير هي الناس اللي حطوا الفلوس ماشي بحال الناس اللي ما حطوش. سؤال رقم 5: هل يمكن مشاركة معايير واضحة للإسقاط الجوي؟ زعما كيف ما المشاريع الاخرين فاش كتدخل مثال نعطيكم مثال ندخلوا لهذه الدوكشين. بحال مثلا هذا الانزال الجوي ديالو الايردروب ديالو، الا دخلنا الايردروب شوش غتلقاه داير لك خصك تانفيتي الناس، خصك تحط ستارز. فهمتي؟ خصك تستيكي. المهم عاطيك هنايا في بلوم باقي ما عطاوش. فهمتي البلان؟ في بلوم باقي ما عطاوش، وقال لك بانه راه غيقولوا لك امتى تدوز بواحد تبقى الايردروب مثلا شي سيمانه ولا جوج عاد باش غيعلنوا على هذاك الشيء اللي الاساسي باش تخدم على الايردروب. فهمتي؟ المهم انت الاساس ديالك دابا حاليا هو التجميع. السؤال رقم 6: استمر الموسم الاول اكثر من 200 يوم بصفتي مستخدم، لم اتلقى اي شيء مقابل مساهمتي، والان بدات الموسم الثاني، ماذا يحدث؟ زعما 200 يوم وحنا كنتسناو وما خدينا والو، راه 200 يوم وزدتو وكملتوها دوزتها في سيزون 2، ما خدينا والو في الاول. حنا 200 يوم والصرف وحنا كنتسناو ودوزتها سيزون 2. قالك ان راه ما تخافش، كاينه واحد العمله ديجا تحطات دارت لهم سيزون ما تخلصوش فيها ودخلاتهم في سيزون 2 وجمعت لهم كل شيء وعطاتهم الفلوس. فهمتي؟ كاينه واحد العمله راه ما قالوها، المهم انا ما عقلتش عليها. المهم هذا هو البلان في السيزون. قالك ودو غيجمعوا بجوج وغيعطيونا. فهمتي؟ سؤال رقم 7: امر غير عادل، زعما الناس اللي كيفارميو كيديروا البوتات وعندهم 100 كونط وهذه، قالك واش غيتحضروا من الموسم الاول والثاني؟ قال البلان وما فيه هو ان هادو اللي كيخدموا بالروبوتات وكيخدموا بشحال من حاجه بالسكريبتات وشحال من حاجه، هادوك باي باي الكونط، مشالك الكونط. فهمتي؟ الناس اللي خدامين ب 100 كونط غيعطيوهم، ولكن كتجربتي الشخصيه ما تحاول هذيك 100 كونط ما تربطهاش بواليط وحده، راه هادشي راه كنعاودو نعاودو. فهمتي؟ انت عندك 100 كونط اخويا جمعتي فيه فلوس، وسير اخويا صوب واليطات ولا شوج دير في حياتك. ترى اصلا 100 كونط بزاف اصاحبي، نيته بزاف. هل احتاج استثمار؟ السؤال الرقم 8: هل احتاج استثمار او انفاق الاموال على بلوم لتلقى انزال جوي؟ زعما واش خصك تخلص باش تاخذ الايردروب؟ هنا اسيدي قال لك ان ما خصكش، ماشي اهم هو تبدا تخلص. كانت واحد التاسك هنا ديال الاكتيفيتي، المهم هنا راه ما بقاتش. واش هذيك الا خلصتها غتاخد العمله، وإلا ما خلصتهاش ما تاخدش؟ لا، الا خلصتها غتاخد
غير يزيد على هذاك اللي ما خلصش. اما هي قال لك راه كل شيء كيسهل العمله ديال بلوم. قال لك اي واحد كي ما خلصتيش انت كتستاهل العمله ديالنا، ولكن كاين واحد شروط اللي هما خصك تكون منضبط وكتدخل ديما. بحال دابا انا لاش شوني دخل 138 وكاين كثار مني فهمتوا البلان. المهم نتوما حاولوا بقاو تدخلوا الايام هنايا، فوتوها 50-60 يوم باش تكون تبان لهم بانك راك اكتيف صافي. هنايا هادي ما مين بوينت ما كنظنش بانه هادي خصك تخلص باش تجمع هاد المين بوينت، فهمتي حتى هي عليها. وبين الانزال الجو الاير دروب باش غيكون بحال غيخلطوا لك، ياخذوا شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من شويه من العمله اللي كنتي كتجمع، شويه من اللعب اللي كنتي كتلعب، شويه من هنايا فهمتي، شويه من الايام اللي كنتي كتدخل غيدوزوا لك هنايا. التاسكات اللي كنتي كدير غياخذوا منهم شويه، هذيك الاكتيفيشن اللي كنتي كدير حتى هي غياخذوا منها شويه، ولي زانفيتاسيون غياخذوا منهم شويه. المهم غيدوروا لك على الكونت كامل، غياخذوا شويه وغيعطيوك العمله ديالك. صافي هذا هو البلان اللي كاين. وقولوا قالها وراه باينه هادي، بلا ما نقول لك قول قالها، راه باين، راه حاجه باينه هادي. صافي هذا هو البلان ديال بلوم. اما حنا كنا غالطين، كنا كنقولوا بان الخلاص، حيت اصلا ما كانوا خرجوا بحتى شي لايف باش غنعرفوا بان راه هذيك الاكتيفيشن هي الا ما خلصتيهاش راه ما غتخلص، ما غيعطيوكش العمله ديال بلوم، فهمتي. هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا فهمتوني. هادشي اللي كاين. كان معكم يوسف جلابي، ونتقاشعوا في فيديو جديد. تهلاو.